صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ شكو ماكو؟ رجعت لكم بفلوج جديد. طبعا حاليا الساعة 6:53 الصبح. ايش عندش قاعدة ياسمين من الصباحيات؟ اليوم عندي مدرسة مال أوسبلدونغ، تمام. شنو معنى الأوسبلدونغ ياسمين؟ الأوسبلدونغ معناته شهادة الطالب يسويها لمدة 3 سنوات، هي شهادة مهنية، شهادة عمل واحد يسويها هنا بألمانيا، وهي معترفة بكل الدول الأوروبية، تمام. فاليوم راح يبلش أول يوم عندي بالمدرسة، فحبيت أخذكم وياي بهذا الفلوج. راح أخذكم وياي هم للشغل، انتظروا. أشوفكم شنو الشغل هناك، وأشوفكم الصالون اللي أنا أشتغل بيه، فهسه راح أشوفكم المدرسة بما أنه هذا أول يوم إلي بالمدرسة. فلا تنسون تحطوا لي لايك، تشيرون الفيديو، لا تنسون المتابعة، وتكتبوا لي كومنت حلو مثلكم يا حلوين. فهسه شنو هذا الفلوج راح يبلش هسه. طبعا شو اقول لكم على اجواء الالمان، اليوم من الصبح برد ومطر والجو كئيب، بس يلا عادي، شو نسوي، متعودين احنا هنا بالمانيا. وهسه داخله اخذ لي ريوق على مود شويه اصحصح. فيلا تعالوا. افتحي يا سمسم ابوابك. هنشوف شكو ماكو هنا. واخدت الريوق مالتي، بس نشوف لنا شنو نشرب. تعرفون انا اكثر قهوة شنو احبها وتكون قليلة بالماركتات؟ هاي هي قهوة تكون بطعم جوز الهند. بنات شنو قهوة تموت، يعني ما احكي لكم، انصحكم تجربوها هنا. خلونا ناخذ شي دافي نشربه بما انه اني مريضة شوية. اخذت كاكاو حار ونروح للمدرسة. طبعا كان خلصت المدرسة ورجعت البيت، فهسه طالعة ويا ماما على مود نجيب علاوي، بما انه علاوي اول يوم لها بالمدرسة الجديدة، فرايحين نجيبه ونشوف شنو الاجواء هناك. ما اقول لكم اليوم كان يخبط. طبعا هنا الجو بالمانيا واحد يحتار، شمس ساعة، ساعة مطر، ساعة برد، ساعة حر، والله واحد يحتار هنا. فكمل الفيديو. طبعا هذا اللي اقصد بيه يعني. انتظروا هسه شي 5 دقايق، يا تنطر يا تصير ظلمة هنا بالمانيا. هاي ماما. ما سمعتك في خليجي جديد امي طايرة طبعا. قولي هلا. اعلى اعلى خلي يسمعوك. اعلى. فكمل الفيديو. شمسياتنا بدينا لازم، لان مطر غرقنا بالمطر. سبحنا. طلعت لنا شمس. الشميس الحلوة 4 فصول باليوم. واحد يحتار هنا بألمانيا مثل ما قلت لكم. هسه طلعت شمس وحارة بعد ما بقت شي. طبعا هي المدرسة مال علاوي مو بعيد عن بيتنا، واحد يتمشى لها شي 5 دقايق راح نوصلها، هي هناك. كان نوصل لمدرسة علاوي. طبعا هاي هي المدرسة. هذا الباب اللي وراني، بس من اروح من هناك اشوفكم الباب الرئيسي اللي ينزلون منه جال ويطلعون. هذاك علاوي طبعا طلع. صدق كذب، علاوي عافنا ولا كأنه جايين، ولا هاي عافنا وراح ويا اصدقاء الالمان. هرابا انه احنا جايينه ونريد نشوفه، كان يعرفنا ويروح. جيستا طبعا كانت شمس، رحنا جبنا علاوي وجينا وطلعنا سبحنا. صدق سبحنا. طبعا هنا الجو بألمانيا كل 5 دقايق يتغير. شوفوا وقف المطر كان شنو تطلع الشمس، تغير الجو. سبحانك ربي. صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ شكو ماكو؟ رجعت لكم بفلوج، لا مو جديد، كمل الفلوج مالتنا. طبعا اليوم يوم الثاني، حاليا الساعة 8:36 الصبح. اليوم عندي دوام شغل، البارحة كانت عندي مدرسة وشفتوا شلون صار وياي. فاليوم عندي شغل، لازم نروح للشغل ونروح نشتغل.
ادري شو اسوي لغايه راح تشتغلين. المهم حبيت اخذكم وياي، انا قلت لكم البارحه راح اخذكم وياي للشغل مالتي واشوفكم المحل واشوفكم هناك الشغل شلون، وشوي نسولف بالطريق شنو يصير ويانا وهاي حركات وبركات. فيلا نروح. ما ظل وقت. على قولة لؤي صاحي، شو يقول لؤي صاحي؟ ايوه لا تعذبيني بحبه. طبعا حبايبي درجة الحرارة اليوم عندنا 14. برد باردة. طبعا البارحة كانت تمطر بس اليوم زين ماكو مطر بس برد عادي. هذا هو جو ألمانيا. اجا الباص شدة بالنظيف. طبعا لحقت الباص الأول تمام ووصلت. هسه لازم اخذ باص ثاني على مود اروح للشغل، لأن الشغل مالتي مو بالمنطقة مالتي، شي بعد نص ساعة من المنطقة مالتي. منتظرين الباص الثاني ومستمرين. تعالوا نفتح قلوبات المحل. طبعا هذا المحل مالتي، مو مالتي يعني اللي اشتغل بيه اني. هاي يعني احكيكم شوية اني ايش دا اسوي حاليا بالبنك ولوش بوقت الشغل. اني اطلع للبنك طبعا للدويتش بنك تمام. حقولكم ليش. اني دائما هسه بفترة الاوسبلدوغ مالتي تمام اروح للبنك على مود اودي فلوس المحل باليوم ايش قد يطلع تمام. فاروح اوديهن. اكو طبعا كارت يكون باسم المحل، هذا الكارت اللي يكون باسم المحل اودي فلوس المحل ادزهن للشيف الكبير. وليش ما يجي الشيف ياخذهن ياسمين؟ ليش الشيف ما يجي ياخذ؟ لان الشيف مالتنا عنده طبعا اكثر من محل بمنطقة اسمها باتخول تمام. فكل محل من عنده يروح ورا الشغل يودي فلوس المحل مال اليوم ايش قد يطلع يدزه إله. يثقون بيك ياسمين وشلون يطوش مبلغ كبير بايدك وهاي. هسه اشوفكم شلون هم يثقون بيه وشلون كله نظامي الفلوس تروح وش قد توصل له. طبعا اني ما قدرت اصور لكم ايش قد المبلغ لان هذا الشيء شويه خاص، واصلا ممنوع اصور لكم المبلغ ايش قد المحل يطلع. فما قدرت اشوفكم شلون واحد يدز الفلوس. فاشوفكم اني هسه من ادخل للمحل تمام الفلوس اللي اني ايش قد وديت وش اسمه وشلون اكتب بالورقه واسمي لازم وتوقيعي لازم. انتظروا. طبعا وصلت للمحل وهسه لازم اكتب اني انه كنت بالبنك تمام وقعدت الاوراق كلهن. تعالوا اشوفكم شلون راح امليها هاي الورقه. وهنا أنا جبت الورقة وبلشت أكتب بنات. طبعا بهذا الكيس أكو كان بيه المبلغ مالت المحل مكتوب التاريخ. احنا لازم نكتبه بالورقة ايش وقت ودينا هذا المبلغ يا يوم وش وقت المبلغ طلع من الكاسة طلع يعني من الخزنة تمام. هذا لازم نكتبه ولازم أكتب اسمي ولازم أوقع ولازم أكتب بساعة رحت وبساعة رجعت تمام. وهاي الورقة من تنترس تروح للشيف الكبير تروح للمسؤول الكبير على مود يشوف الفلوس من ودان ومن جابهن. ومثل ما قلت لكم الكارت هذا خاص بس بالمحل تمام ومو اي واحد ياخذه بس اللي يشتغلون هناك. طبعا حبايبي جتني زبونة كان شعرها بشقرات وحابة طوخة عاجبها كان على كراميل هيجي قهوة اي لون الشعر. وهاي النتيجة طلعت وياي. يقولولي شنو رأيكم بالشغل مالتي؟ عجبكم؟ كتبولي بالتعليقات.